في هذه الأثناء صور وصول السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى قصر الأمم بالصنوبر أو بنادي الصنوبر، أين سيجتمع بغرفتي البرلمان ويلقي خطابا للأمة يعود فيه تقييم مسار 4 سنوات واستشراف ما سيأتي في المستقبل. إذن هذه الصور الأولى لوصول السيد رئيس الجمهورية إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر، أين سيجتمع بغرفتي البرلمان ويلقي خطابا للأمة. أذكر كما نتابع في هذه الصور وصول السيد رئيس الجمهورية إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر، وكان في استقباله كل من رئيس مجلس الأمة وأيضا رئيس المجلس الشعبي الوطني، الرئيسين الممثلين لغرفتي البرلمان التي سيجتمع بهما السيد رئيس الجمهورية بعد قليل في هذه السنة الجديدة التي تأتي بمقتضى مرسوم صدر بالجريدة الرسمية بدعوة من السيد رئيس الجمهورية، وأيضا تماشيا مع المادة 150 من الدستور التي تسمح للرئيس بمخاطبة الشعب. إذن السيد رئيس الجمهورية يصافح مستقبله من كبار مسؤولي الدولة الحاضرين اليوم بقصر الشعب بنادي الصنوبر لمتابعة أو لحضور هذا اللقاء وهذا الخطاب. أذكر هو خطاب للأمة من خلال غرفتي البرلمان حسب ما جاء في الجريدة الرسمية.